مرحبا أصدقائي. قرر اليوم اللاعب الويلزي جاريث بيل اعتزال كرة القدم، لاعب ريال مدريد السابق. قبل ما نفوت بالحلقة يا ريت تشتركوا بالقناة وتحطوا لايك وتوصلوا هذا الفيديو ل 1000 لايك. على السريع بنروح على التفاصيل. لعب الويلزي جاريث بيل مع منتخب بلاده 90 مباراة وسجل من خلالها 30 هدف، وأكثر إنجازاته كانت مع منتخب ويلز هو وصوله لدور النصف نهائي في يورو 2016، ولعب في جميع الفئات العمرية لفريق ساوثهامبتون، وبعد انتقل لفريق توتنهام ولعب معهم 220 مباراة سجل من خلالها 60 هدف، وبعدها انتقل لفريق ريال مدريد ولعب معهم 247 مباراة سجل من خلالهم 108 أهداف. سجل معهم 81 هدف في الدوري الإسباني و16 هدف في دوري أبطال أوروبا و3 أهداف في كأس الملك الإسباني و6 أهداف في كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي. وحقق مع ريال مدريد 5 دوري أبطال أوروبا وكأس الملك لمرة واحدة والدوري الإسباني 3 مرات وكأس السوبر الأوروبي مرتين وكأس العالم للأندية 4 مرات. وأبرز لقطة لجاريث بيل في مسيرته الكروية كانت مع ريال مدريد بوقت تسجل هدفه مع ريال مدريد أمام فريق برشلونة، ومنح ريال مدريد لقب كأس الملك الإسباني بلقطة اشتهر فيها رؤوف خليف في كلمة جاريث بيل هرب، جاريث بيل شد شد. وانت على السريع بدي تهرب وتشد على زر اللايك وتكبس زر اللايك وتروح على قسم التعليقات تكتب لي رأيك بمسيرة بيل كلاعب كرة قدم. إلى اللقاء.